السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله بديت وعلى النبي صليت عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة ان شاء الله يا رب العالمين. النهاردة جايبالكم وصفة عايزة اقول لكم من الوصفات الرائعة جدا المحببة الى قلبي. نقدر نقول عليها من الوصفات اللي هي من العيار التقيل. من العيار التقيل بس على فكرة غير مكلفة كمان على الإطلاق. وبتطلع في منتهى الجمال، يعني مش هنحط فيها مكسرات ولا أي حاجة من الحاجات اللي ممكن تكون مكلفة. وبالرغم من كده هتطلع معاكي في منتهى الجمال، هتشرفك جدا. من الوصفات الجميلة قوي، وكمان طريقة تقديمها حلوة جدا وجديدة. حاجة كده ما بين البقلاوة وما بين الجلاش، هتعجبكم ان شاء الله. تابع بس معايا الفيديو للآخر، وما تنسيش لو عجبك الفيديو لايك وكومنت واشتراك في القناة ان شاء الله. يلا نبدأ الفيديو ونصلي على الحبيب المصطفى. ويلا سريعا نبتدي ان احنا نجهز شربات الحلويات بتاعنا. هنضيف معانا هنا كوب من السكر، وبعد كده هنضيف عليه كوب من المية. هنضيف معايا عصر ليمونة، وكمان هنضيف رشة من الفانيليا. تمام كده. هنقلب المكونات مع بعضها بالشكل ده، بس بالراحة عشان مش عايزين السكر يبقى على الأطراف، عشان لما نضيفه على النار ما يتحرقش معانا السكر. تمام كده. من الطبيعي طبعا ان هو مش هيدوب معايا مع التقليب، هيدوب معايا في أثناء التسخين. هناخدها ونضيفها على النار. النار بتاعتي تكون متوسطة، ما تبقاش عالية قوي. هسيبه يبتدي يغلي من وقت للتاني لحد ما يبتدي يعمل معايا زي فقاعات كده، يعني بيبتدي ان هو يتقل معايا. بصوا بقى، انا هضيف هنا عسل جلوكوز. العسل الجلوكوز ده جميل جدا على فكرة. بيتقل معايا الشربات وبيدي كده لمعة، بالذات في الجلاش بيخلي الشكل بتاعه بيبقى جميل جدا. وفي نفس الوقت وفر معايا كوباية من السكر اللي انا كنت ممكن اضيفها، علشان ما اخليش عندي الحلويات بتاعتي تبقى مسكرة زيادة. لان طبعا شربات الجلاش بيبقى تقيل، فانا مش عايزة ان هو يبقى تقيل وفي نفس الوقت السكر بتاعه يبقى عالي عليا. لا، انا عايزاه يبقى متوسط كده، وفي نفس الوقت اخد الطعم اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت يبقى تقيل معايا ويدي اللمعة الجميلة. فعشان كده بقول لكم عسل الجلوكوز ده جميل جدا، هيوفر معاكي كتير جدا في الوقت، وكمان بالنسبة للسكر هياخد كده الغالية اللي هي الأخيرة وخلاص كده. ومن احلى حاجه كمان لشربات الحلويات قبل استخدامه انك انت تخليه قبلها مثلا بساعتين او قبلها يوم، وتحطيه في التلاجة. يعني بعد ما يبرد تحطيه في التلاجة، تاني يوم تيجي تستخدميه هتلاقيه تقل اكتر وبقى جميل جدا في استخدامه. احلى بكتير ما استخدامه في نفس الوقت. تمام. بصوا بقى، انا جبت عندي هنا لفه كده من الجلاش، وخدوا بالكم انا مش هستخدم لفه الجلاش كلها. يعني انا في الوصفه دي بصراحه جميله جدا، يعني ما خدتش معايا كميه كتيره. خدت معايا نص اللفة بتاعة الجلاش، وفي نفس الوقت وفرت معايا، وكمان ادت شكل جميل. بصراحة الوصفة حلوة جدا. بصوا، انا خدت ورقتين بس من الجلاش وقفلتها بالشكل ده، ونقط بسيطة قوي من الزبدة او السمنة. واخد معايا بصوا الكنافة بتبقى بالطول بتاعها اللي احنا بنقول عليها كنافة الشعر، وابتدي ان انا انزل عليها نقط بسيطة من الزبدة. تمام. هبتدي بقى ان انا الفها. خدي بالك ان هي الخطوه الاولانيه دي مهمه جدا، انك انتي تضغطي بس بالراحه، يعني بحيث ان احنا ايه ما نخليهاش تبقى سايبه شويه. يعني نلفها على قد ما نقدر، ان هي تبقى عمود كده متماسك مع بعضها. وخدي بالك الزبده او السمنه اللي انا بضيفها دي بتخليها تلتصق كده ببعضها، واثناء ما انا بقطعها بتكون متحمله معايا اكتر. بصوا كده، لو في الاطراف مثلا شويه كنافه ولا اي حاجه نبتدي نشيلها. ونقيس بقى الحجم، احنا عايزين حجمها يبقى صغير جدا. بصوا كده الحجم الصغير ده بتطلع جميلة قوي وتبقى شبيهة جدا للبقلاوة، وفي نفس الوقت يبقى شكلها حلو. اقطعها كلها يكون حجم واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. تعالوا بقى اقول لكم كده، عقبال لما انا اقطع الكنافة الجلاش بتاعي قصدي، هقول لكم على حاجة جميلة جدا. بالنسبة للمادة الدهنية اللي انا بضيفها، انا بحب جدا ان انا اعمل خليط ما بين حاجتين حلوين قوي بيوفروا معايا، وفي نفس الوقت بيدوا طعم ولون جميل جدا في الحلويات. اتمنى ان كنتوا تتبعوا الخطوة دي. انا بجيب عندي قالب زبدة فرن، بيكون عندي كيلو زبدة فرن، وبضيف عليها كيلو كمان من الزبدة الصفراء اللي هي البلدي، اللي هو نقول عليها اللي هي البقري. تمام. بسيحهم مع بعض وبصفيهم وبخليهم للحلويات بس، والله بتطلع في منتهى الجمال. وانتوا عارفين ان هي زبدة فرن كمان بتدي زي لون اصفر كده، يعني بتدي لون وبتدي طعم وريحة مع الزبدة الصفراء البلدي، بتطلع في منتهى الجمال. خلاص. بصوا كده، انا هاخد بقى حبة كده من الزبدة وهدهن القاع بتاعي بتاع الصينية، وبعد كده هبدأ ان انا ارص عندي الجلاش زي ما اتفقنا.
بصوا انا برصه ازاي بالطول بالشكل ده، يعني اخليها بالطول كده واوقفها عندي بالمنظر ده. هاخد الاول الاطراف بتاعه الصينيه وهبتدي ان انا ادخل لجوه، وكل واحده بتتسند على التانية زي ما انتم ما شايفين بالمنظر ده. بصوا كده، ابتدي ان انا ادخل لجوه وارص كمان الجزء التاني من الجلاش بتاعنا. شايفين كده، هو على قد ما بقدر ان انا اخلي كله يبقى سوا واحد او طول واحد. فاثناء بقى التسوية بتطلع كلها لون ذهبي وكلها ارتفاع واحد، وبتاخد نفس اللون، بتطلع في منتهى الجمال. جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. انا بصراحة عجبتني قوي وحبيتها قوي الفكرة دي. يعني انا كنت بعملها كده وبجربها مع نفسي، قلت عايزة اعمل فكرة جديدة للجلاش او البقلاوة. لقيت الطريقة دي حلوة قوي قوي وعجبتني جدا. بصراحة انا عن نفسي هعتمدها على طول. بصوا كده، انا رصيت الصينية بتاعتي وجيت في المنتصف كان لسه فاضل برضو شوية عشان اقفل الصينية، وابتديت اعمل واحدة تاني وابتدي ان انا اقفل في المنتصف زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا ما شاء الله بتطلع جميلة جدا، اللهم بارك، الصينية طلعت تحفة. ابدأ ارص بقى في المنتصف كده عشان اقفل الصينية بتاعتي، وهتشوفوا بقى الجمال والطعامة دلوقتي. بصوا شكلها اصلا بقى جميل، عاملة زي الخلية كده، كأنها خلية النحل. شايفين لما احنا بنعمل خلية النحل دي عاملة زيها كده بالظبط، بنفس الشكل. ما شاء الله خلصت معايا زي ما انتم شايفين كده. يلا ناخدها بقى ونبتدي ناخد الخطوة الأخيرة. اول حاجه انا هبتدي ان انا اسيح عندي معلقتين كبار من الزبده، وهبتدي بالفرشه بتاعتي انزل عليها زي نقط كده. خدوا بالكم الفرشه دي بتبقى جميله جدا بالنسبه لتوزيع الماده الدهنيه بتاعتي، لان هي مش بتشيل كتير، مش زي المعلقه لما باجي بحط بالمعلقه بيتكب معايا كتير. وغير كده كمان لما باجي اكل الحلويات بحسها ان هي بتبقى تقيله جدا من كتر الماده الدهنيه اللي بتبقى موجوده. بصراحة الفرشة بتبقى أحلى بكتير. بصوا معلقتين من الزبدة خلاص شربت لي كل الصينية كلها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. يلا بقى اخد على طول كده وادخلها الفرن، وشوف بعد كده الطعامة بالجمال هتبقى عاملة ازاي، ما بتاخدش وقت خالص. بصوا بقى، جميلة جميلة زي ما انتوا ما شايفين كده، ما شاء الله طلعت تحفة قوي. هناخد بقى الشربات بتاعنا. بصوا انا طلعته من التلاجة على طول، انا كنت عاملاه قبلها بيوم. بصوا بيبقى تقيل ازاي، حلو جدا. طبعا الجلاش لما بنيجي نسقي الجلاش بالذات لازم الشربات يبقى تقيل عشان الجلاش بتاعنا ما يطراش، يفضل زي ما هو مقرمش وجميل لحد اخر قطعه. عشان كده بقول لكم الشربات بتاعنا لما يبقى تقيل بيبقى احلى بكتير جدا. تلاحظوا ان احنا لا احتاجنا فيها مكسرات ولا احتاجنا فيها اي حاجه، وبالرغم من كده والله بتطلع في منتهى الجمال. انا عايزاك بس تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم، طلعت معاكم عامله ازاي. انا عن نفسي بصراحه حسيتها سهله جدا وجميلة وشكلها حلو قوي، وكمان في التقديم هتشوفوها دلوقتي عاملة ازاي اول ما نقلب الصينية بتاعتنا. انا بس ببتدي ان انا اوزع الشربات بتاعنا على الاطراف والجوانب بالمنظر ده عشان اطمن اللي هي وصلت لكل واحدة فيهم. يلا ناخد بقى الصينية بتاعتنا وهنيجي في طبق التقديم بتاع الحلويات. هبتدي اضيفه عليها كده، وخدوا بالكم الصينية وهي سخنة ما استناش عليها لما تبرد. تمام. وهقلبها بالمنظر ده، وشوف بقى الطعامة والجمال والشكل عامل ازاي. ما شاء الله طلع تحفة جدا. اما عن المرحله الاخيره بعد ما اقلبها بالمنظر ده، هبتدي ارش عليها حاجه بسيطه جدا من شربات الحلويات. بتديها على فكره لمعه جميله جدا على السطح بتاعها، وبتخليها حلوه قوي في شكل التقديم. اتمنى ان يكون الفيديو النهارده عجبكم والوصفه نالت اعجابكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.